بصوا بقى القمر دي، هقول لكم القمر المكرونه البشاميل الحلوه قوي دي اتعملت ازاي. طبعا هقول لكم اسرار اول مره تعرفوها بجد. المهم، هنا بقى عندي مكرونه اقلام. طبعا كل واحد يختار اي نوع، مفيش نوع معين. عندي لحمه. هنا بقى عندي دقيق كده حوالي 4 معالق. عندي بصل مفروم، طماطم وفلفل رومي. هنا واحدة ماجي، طبعا البيضة للبشاميل. وهنا معلقة صلصة. التوابل بقى بتاعتي بحط ملح وفلفل وسكر عشان الصلصة، وزنجبيل وكمون وورقة لوري وبابريكا طبعا. وهعيد لكم التوابل دي تاني. وعندي هنا لتر ونص لبن، وهنا كوباية ونص لبن. بس دي بقى تركاية كده هقول لكم عليها اول ما يجي وقتها. بس كده يلا بقى بينا. هنا عندي ميه، حطيت شويه زيت كده، حوالي مثلا معلقتين زيت او 3. بحط الملح، يعني بسيب الميه دقيقتين وبعدين بحط الزيت وبحط الملح. لان الملح بيساعد على الغليان. اهم حاجه نظبط الملح بتاع المكرونه. لا، الملح بتاع المكرونه البشاميل لازم يتظبط، اي مكرونه لازم الملح بتاعها يتظبط. انا هنا حوالي حطيت معلقتين كده، وبندوق لو تمام خلاص عشان المكرونه ما تطلعش دلعه. هنا المية غلت، وكنت بوريكم بقى وانا بنزل المكرونة. بعد ما المكرونة بعد ما بننزلها كده المفروض ان احنا بنقلبها كده تقلبتين عشان ما تلزقش في بعض. مع ان الزيت ده طبعا مهم لانه بيساعد عن المكرونة تبقى فيها لمعة كده وما تبقاش ملزقة في بعض. ماشي. هنا بقى طبعا في تركية كده ما اتصورتش بس مش مهم، يعني ده بصل. وبعد ما البصل خد تقلبتين كده شوحته، يعني دبلته لانه اصلا كان مفروم فاوريدي ناعم جدا. حطيت بقى عليه، كنت حاطه في طبق كده فيه طماطمايه وفلفل رومي. لو عايزين طبعا تحطوا سبايسي هيبقى تحفه. لو عاوزين تحطوا فلفل الوان برضو هيبقى تحفه. اعرف ناس بتحط فيها جزر كمان بيبقى حلو. بس انا مش بحب الزحمه دي. يعني انا شايفه ان المكرونه بصل وطماطم وفلفل رومي كده دي حلوه. احنا ممكن اصلا نستغنى عن الفلفل الرومي. هنا بقى بعد ما قلبتهم كده مع بعض وخليتهم ياخدوا تشويحه حلوه، نزلت عليهم باللحمه. واهم حاجه ان تبقى اللحمه مستويه، لان اللحمه لما بتبقى نيه بتبان جدا. فهنا بقى كنت بقلب وبتاكد ان اللحمه مستويه ومفيش كلاكيع كده. طبعا مع التقليب بقى المستمر خلينا نقلب. هنا بقى كان جه وقت التوابل، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وجنزبيل وقرفة وورقة لوري. طبعا بتدي طعم تحفة. واهم حاجة ما ننساش رشة السكر الحلوة دي، علشان لما ننزل بمعلقة الصلصة سبحان الله الصلصة كده والطماطم بتبقى محتاجة سكر، ما مش فاهمين ازاي. بس طبعا معلومة من مامتنا كلنا، يعني لازم ايه سنة سكر كده في الطماطم والصلصة والحاجات دي. وهنا بقى كنت بقلب برضو. هنا بقى كان جه وقت ماجي. الماجي ده انا بحبه جدا، يعني الماجي ده بجد سبحان الله كده بيودي الاكل في حتة تانية. الماجي مهم قوي. اهم حاجة في الموضوع ان احنا ما نحطش ملح كتير، عشان لما نحط الماجي اللحمة ما تحدقش مننا. لان الاكل لو دلع هنعرف نعالجه، ده طبيعي. انما لو حادق بحس ان هو ملوش علاج يعني. لو حادق بيبقى صعب قوي. وهنا كنت خلاص ببتدي اقلب بقى. هنا بقى جه معلقه، انا حاطه على فكره معلقه ونص صلصه بس. وكانت حلوه، كانت حمرة حلوه. يعني عايزين تكتروا كتروا، عايزين اصلا تستغنوا عن الخطوه بتاعت الصلصه دي استغنوا عنها. بس انا بحس ان الصلصه كده بتخلي اللحمه حمرا وبتبقى حته المكرونه كده مشجعه قوي، فبتبقى حلوه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وطبعا اهم حاجه التقليب المستمر. خلوا بقى اللحمه تاخد وقتها كده في السوا عشان تبقى حلوه وتنزل كده الصوص بتاعها، وتبقى لما بتتحط في المكرونه تبقى المكرونه كده جوسي واللحمه حلوه وتبقى تحفه بجد. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. هنا بقى طبعا جه وقت البشاميل. هنا البشاميل يعني سمنه بلدي، سمنه بلدي كده حلوه. انا هنا كنت حطيت، مش هقول لكم كميه معينه، بس حط حوالي مثلا 3 معالق في الاول،
ولو عاوزين اكتر كل واحد على حسب الكميه اللي هو بيعملها. نخلي السمنه تبقى سخنه، وبعدين عندنا هنا كنت حاطه حوالي 3 معالق او 4 معالق دقيق كبار، وهنا كنت بقلب، وكان جنبي الطبق بتاع السمنه. فحسيت ان هنا لا، انا محتاجه بقيه السمنه اللي انا حطيتها بسرعه يعني، فنزلت بقى بيها. وطبعا مع التقليب المستمر، البشاميل اللي محتاج تقليب تقليب، حتى لما بننزل باللبن محتاج تقليب جامد قوي قوي، يعني بنقلب بايد وبنحط اللبن بالايد التانية عشان البشاميل ما يكلكعش. وانا طبعا بنقلب، لازم يبقى السمنه كده بتشرب من الزيت، ما نغمقهوش، لان طبعا لو غمقناه البشاميل بيبقى غامق. انما احنا بنقلب كده تقلبتين تلاتة. وعلى فكره النار ما كانتش عاليه قوي هنا، يعني النار بتاعتي كانت وسط، ما كانتش اعلى حاجه. بصوا بقى هقول لكم على حاجه، طبعا لو حطينا ماجي في البشاميل بيكلكع، يا اما هيروق كده في قعر الحله، فاحنا مش عايزين الخطوه دي تحصل خالص. فاحنا بنقلب. في اول فيديو بقى قلت لكم في تركايه كده حلوه. التركايه دي انا كنت حاطه كوبايه ونص لبن على جنب، وحاطه فيهم 2 ماجي، ومسخناهم في الميكروويف. واهم خطوه في البشاميل بالنسبه لي، اهم حاجه اللبن يكون سخن. هنا بقى كنت منزله اللبن بس ما بانش، مش عارفه الخطوه دي كانت فين. الشفشق الصغنون بقى ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، بنحط كميه كده من اللبن صغيره، وبنحط فيه ماجي، وبيكون برضو اللبن سخن قوي قوي قوي، بحيث ان اللبن وهو مغلي بيبقى احلى بكتير. بنسيب بقى البشاميل لحد كده ما يعمل فقاقيع ويغلي كده ويبقى حلو. طبعا عندنا سنه ملح وسنه فلفل. الفلفل طبعا الابيض بيبقى احلى، بس لو احنا، لان انا ما لقيتش فلفل ابيض فاستغنيت عنه وحطيت سنه كده من الفلفل الاسود. وطبعا الماجي بقى والحلاوه دي كلها، وطبعا اللبن، وده لبن بلدي، فالقشطه كانت فيه تحفه. اهم حاجه يا جماعه القشطه، احنا بنحب الدسامه قوي. بصوا كانت دسمه شويه بس تحفه بجد. هنا بقى كنت طفيت خلاص عليه بعد ما غلى كده وبقى حلو. ده بصراحه القوام اللي انا كنت محتاجاه كده تمام قوي بالنسبه لي. طبعا لو حد عايز يبقى متقله اكتر من كده اوكي. هنا بقى جبت الحله اللي كنت بسلق فيها المكرونه، ونزلت فيها المكرونه بعد ما صفيتها كويس. هحط فيها حوالي كبشتين 3 كده بشاميل، وافضل اقلب، عشان موضوع البشاميل ده مهم جدا. تحسي كده ان المكرونه حلوه كده شاربه بشاميل، وبتبقى انتي بتاكلي كده مكرونه شاربه من البشاميل، مفيش بقى حته مكرونه ناشفه، ولا حته مكرونه ما فيهاش بشاميل، ولا الحاجات دي. الخطوه دي حلوه قوي قوي قوي، وبجد بجد بجد بتخلي المكرونه احلى بكتير. هنا بقى كنت حسيت ان هي قليله شويه، فحطيت كبشه تاني بشاميل. اوعوا تستغنوا عن الموضوع ده، دي مهمه جدا. هنا بقى كنت بوريها لكم، شفتوا بقى البشاميل كتير فيها ازاي. اهم حاجه البشاميل يا جماعه، كتر وما نستخسرش في نفسنا حاجه. هنا بقى كنت جبت البايركس بتاعي، لو عايزين صينيه زي دي، عايزين بايركس ازاز، اي حاجه. اهم حاجه ننزل كده البشاميل يبقى تحت كده تبقى حلوه، عشان زي ما قلت لكم ان مكرونه بتبقى بتبوظ بشاميل كده بتبقى تحفه. وانا هبتدي بقى افرد البشاميل كله في الصينيه او في البايركس. وبخلي البايركس كله مليان بشاميل. احنا بنقسم المكرونه لجزئين. حاجه بقى احلى من موضوع الجزئين، ان احنا نخلي الجزء اللي تحت اكبر شويه من الجزء اللي فوق، لان احنا بنحب اللي فوق كده اللحمه تبقى كتيره، وتبقى باينه ان احنا بناكل بقى مكرونه ولحمه مع بعض، بتبقى ألذ بكتير. يعني انا بقلبها الجزئين، بس بصراحه انا بعملها بالويم يعني، بس بحط اللي تحت ازيد سيكه كده صغيره، بتبقى احلى. طبعا بقى بعد ما بنحط المكرونة بنسويها كده، وبنتأكد ان الصف كله كده مفيش حتة في البايركس باين، لا احنا بنخلي المكرونة بتبقى مفرودة كلها. هنا بقى كنت بفرد المكرونة كلها، وبشوف بقى ان هي تبقى تمام، يعني ما يبقاش مثلا فيها حاجة آم، مش محطوطة فيها مكرونة. وطبعا الخطوة دي برضو مهمة قوي قوي قوي، عشان تبقى جوسي كده وحلو. بنحط كبشة بشاميل او كبشتين براحتنا. هنا بقى الخطوة دي ما اتصورتش، مش عارفة ليه. حطيت اللحمة وحطيت الطبقة التانية، وزي ما انتم شايفين الطبقة التانية اقل من اللي تحت،
عشان كانت انا بحط الجزء اللي تحت اكتر شويه من اللي فوق. البشاميل بقى انا بحط في الحروف الاول، لان كده كده اصلا في النص بيبقى كتير، يعني احنا بننزل الحله كلها في النص بتبقى لذيذه. بس الحروف دي عشان المكرونه ما تتحرقش، ولا حاجه ولا الحاجات دي خالص. اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا في اخر الحله بتاعه البشاميل كده تسيبوا حوالي 4 كبشات بشاميل عشان نحط فيهم بضايه، ونقلبهم كويس بالمضرب بتاعنا، وسنه فلفل اسود عشان الزفاره ما تبانش. لان في ناس كتير قوي ما بتحبش تحط بيض، عشان بتقول لا البيض بيبقى زفر. لا طبعا البشاميل لازم 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 ليه بيضه لازم. وهنا بقى كنت عملت الخطوه دي ونزلتها خلاص على الوش، وطبعا حطيت في الفرن من فوق ومن تحت، وبعد شويه عملتها من فوق. كانت القمر دي خلصت. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي طبعا